مراكش مدينة السبعة رجال عرفت أحداث هوليودية قبل لحظات من الآن، حيث قام مواطن إفريقي بالاستيلاء على سيارة شرطة على مستوى شارع محمد السادس قرب محطة القطار، ولاذ بالفرار، لكن تتبعات الأمن الوطني والشرطة قامت بإيقافه بوقت وجيز على مستوى مقاطعة سيدي يوسف قرب سوق الربيع، حيث قام بحادثة السير لحظه العثر، فقاموا بالقبض عليه وأخضعوه للتحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة. فعلا هذه المدينة الجميلة مدينة السبعة رجال ومدينة البهجة، والمدينة التي لا تنام، عرفت مساء الجمعة 22 يونيو 2026 أحداث هوليودية، والتحقيقات ستجيب على كثير من التساؤلات. لماذا استلى وسيطر على هذه السيارة، وما أهدافه الحقيقية من سرقتها؟